عايزة تعملي حاجة حلوة تكون سهلة وسريعة واقتصادية ومن غير فرن؟ هاتي كوبايتين من الدقيق وتعالي نعمل أحلى حلو سهل وسريع واقتصادي وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. هنعمل شوية بغاشة كده، انما ايه حاجة كده عظمة بجد، سهلة وسريعة واقتصادية زي ما قلتلكوا، وبشوية دقيق عندكم هتعملوا الجمال والعظمة اللي انتوا شايفينها دي، وهتتحضر معاكوا في ثواني هتكون جاهزة. احلى حاجة حلوة وممكن تجربوها بجد، شوية دقيق عندكم في البيت وهنعمل الجمال اللي انتوا شايفينه ده. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. لو عجبتكم الوصفة كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل وازاي عملتها، ولو كنتي مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس، ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. علشان نحضر كده المقادير، مبدئيا انا محتاجه كوبايتين من الدقيق، يعني حوالي ربع كيلو من الدقيق، ربع كيلو كوبايتين. تقدري تستخدمي الكميه اللي انت حباها، ضعف المقدار تعملي نص، ولكن الكميه دي تطلع لك ما شاء الله كوبايتين دي هتعمل لك كميه كبيره جدا. وهحط كده معلقه من السكر وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر واقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هحط عليهم معلقه واحده بس من السمنه تكون بدرجه حراره الغرفه، وهحط كمان معلقتين من الزيت، معلقتين كبار، وابدا ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا جدا جدا. واتاكد اهم حاجه ان كل السمنه والماده الدهنيه اللي احنا حطيناها دي اتغلفت بكل حبيبات الدقيق، يعني بقى الدقيق عامل زي الرمله كده بالشكل ده. ابدا ان انا ابسه كده واغلف كل حبيباتي دي بالسمنه بتدينا في الاخر نتيجه ممتازه. بتبقى كده البغاشه معانا او الحلو اللي احنا هنعمله كده ناعم وفي نفس الوقت دايب كده ومقرمش، الاتنين مع بعض، يعني بيبقى في منتهى خطير جدا. بعد كده خلاص، بعد ما اتاكدت ان كل الحبيبات اتغلفت بالسمنه، ببدا ان انا كده احط معلقه من الخل، بحط كمان معلقتين من ميه الورد، ممكن تقللي ممكن تزودي، ولكن يعني بصراحه بتدي نكهه حلوه جدا ومميزه جدا. اللي ما بيحبهاش ممكن يقدر يستغنى عنها، ولكن انا بحبها جدا، بتدي نكهه مميزه زي ما قلت لكم. بعد كده معايا هنا نص كوبايه من الميه، ميه عاديه ولا دافيه ولا ساقعه، ميه من الحنفيه، وببدا ان انا ازودها تدريجيا لحد لما العجينه تلم معايا. انا مش عايزاها عجينه طريه ولا عايزاها عجينه بتلزق، انا عايزاها عجينه متماسكه زي ما انتم شايفين كده. يعني المقدار ده خد مني نص كوبايه من الميه بالظبط بالشكل وزي ما قلت لكم تقدروا تستغنوا عن ميه الورد، وتقدروا تزودوا اصلا كميه ميه الورد، يعني تستبدلوها الميه العاديه، ولكن زي ما قلت لكم ما تستغنوش عنها، بتفرق جدا وبتدي طعم حلو قوي، خصوصا اللي بيحب نكهه ميه الورد في الحلويات. بعد كده عجنتها كويس قوي وبدات ان انا احطها في البوله واسيبها ترتاح شويه. بعد ما ارتاحت ده كده كان شكلها بالشكل ده، يعني يا دوبك 5 دقايق 10 دقايق، يعني بحيث ان احنا بنريحها عشان تساعدنا في الفرد مش اكتر. بعد كده بقى هجيب نشا، شويه من النشا كده افردهم على الرخامه، وابدا ان انا احط العجينه وابدا ان انا افردها بالشكل يعني انا عايزاها افردها على شكل مستطيل علشان هبدا ان انا اطبقها وتدينا توريق كده، وفي نفس الوقت لما نيجي نقليها في الزيت تبقى مورقه كده وتنفش معانا وتبقى خطيره. اهم حاجه ان انا في الخطوه ديت بفرد بيه النشا، مش بفرد بدقيق خالص، بفرد بالنشا عشان تورق معايا وتطلع معايا في منتهى الجمال. بدات كده ان انا افردها زي ما قلت لكم كده على شكل مستطيل او مربع ايا كان، وبدات ان انا ارش كده شويه من النشا، وبدات ان انا اطبق العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه كانك بتطبقي المنديل كده، او بتطبقي يعني زي الفطير كده لما بنعمله. ببدا كده ما بين كل طبقه وطبقه بتاكد ان ما بينهم نشا علشان كده تورق معانا كده لما تدخل الزيت وتنفخ وتبقى حلوه جدا. يعني نسبه بسيطه، ما تكتريش برضو، يا دوبك هي رشه بس خفيفه. وببدا ان انا اطبق ده على ده لحد كده لما تعمل معايا مربع كده بالشكل ببدا ان انا احط شويه من النشا واسيبها بس ترتاح 5 أو 10 دقايق، يا دوبك بس ترتاح علشان تساعدنا بس في الفرد. انا مش محتاجاها ان هي تخمر ولا فيها اي حاجه، يا دوبك بس ترتاح والطبقات كده تتماسك مع بعض علشان تبقى سهله معايا في الفرد. خلاص كده بعد ما ارتاحت بدأت كده ان انا ارش شوية من النشا تاني، وابدأ ان انا افردها بقى على شكل مستطيل كبير كده، ودي اخر فردة خلاص اللي هي الفردة الاخيرة. ولا عايزاها تبقى رفيعة قوي ولا سميكة قوي، يعني سمكها يكون وسط، وانا هوريكم شكله عامل ازاي بالشكل ده. شايفين سمكه ولا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي بالشكل وابدأ ان انا اقطعها بقطاعة. لو عندك اشكال تقدري تقطعيها، ولكن انا استخدمت اسهل وابسط حاجة، يعني السكينة عندك،
العجلة اللي فيها شكل الزجزاج ديت اللي متوفر عندك. وبدأت ان انا اقطعها مربعات زي ما قلت لكم، مرضتش ان انا اعمل اشكال غريبة ولا اي قطاعات، كلها بسيطة وسهلة جدا. كوبايتين دقيق وتقطعيها باي قطاعة باي بسكينة هتديكي يعني حاجة في منتهى الجمال، هتشوفيها وهي بتنفش معانا ومورقة ازاي. بدأت ان انا اقطعها كده مربعات كده صغيرة، بتبقى في منتهى الجمال. مش لازم تستخدمي العجلة اللي انا ماسكاها دي الزجزاج، باي سكينة عندك، بعجلة البيتزا العادية اي شكل. انا بس حبيت ان انا استخدمها هنا عشان تديني الزجزاج اللي على الجناب. بعد كده بقى خلاص، بعد ما بقطعها بشغل بقى على الزيت معايا يكون سخن، وببدأ ان انا اقليها على طول، ولا بسيبها ترتاح ولا بسيبها اي حاجة تاني خالص. ببدأ ان انا احطها في الزيت السخن كده بالشكل ده، وبتبدأ تنفخ معانا وتبقى في منتهى الجمال. شايفين اول كده ما بتدخل الزيت بتبدأ ان هي تقب كده وتنفخ، وبتبقى شكلها لذيذ وكيوت جدا جدا. شايفين شكلها عامله ازاي. اول بقى ما تاخد اللون الذهبي كده الفاتح، ببدأ ان انا اطلعها كده واركنها على جنب لحد لما اخلص باقي الكميه. احط برضو الباقي، الزيت يكون معايا سخن. اول ما مجرد ما بحطه كده في الزيت بتبدأ ان هي تطفو على الوش، وتبدأ ان هي تنفخ من الجنبين. اظن مفيش ولا اسهل ولا اسرع من كده. شايفين الجمال. كل كمان بقلبها كده على الجنب التاني علشان تاخد اللون الذهبي الجميل. وشايفين قد ايه منفوخه ازاي وجميله جدا ومفرغه بقى من جوه، ولا القرمشه بتاعتها، يعني هي اصلا دايبه جدا، مش محتاجه او مش قادره ان انا امسكها كده، يعني بتتكسر مني على طول من كتر ما هي دايبه وطعمها جميل ومقرمشه. شايفين خدت كده اللون الذهبي وما بتاخدش وقت على النار، يا دوبك على طول في ثواني بتطلع معانا وبتبقى جاهزه. شايفين مجرد بس ما بحطها في الزيت كده بتبدا ان هي تنفخ معايا وتطوف على وش الزيت، وبتبقى معايا جاهزه وفي منتهى الجمال. يا دوبك هقلبها على الوش التاني وبتتحمر من ناحيتين لون ذهبي كده خفيف، وبطلعها لان هي بعد كده بتغمق. وخلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين، هي عملت لي طبقين زي دول. يعني شايفين بعد ما طلعت من الزيت كده، شايفين ما شاء الله منفوخه ازاي وباين عليها التوريقه، وجميله جدا وناجحه جدا واقتصاديه وسريعه. ابدا كده ان انا احطهم كده في طبق التقديم. تقدري بقى ايه التزيين بتاعنا، تقدري ان انت تحطي عسل، شربات. انا هنا حطيت شربات تقيل بارد. بدأت ان انا ارشه كده على البغاشة بتاعتنا او الحلو بتاعنا الاقتصادي السريع دوت. ممكن تقدري ان انت ترشي شوية سكر بودرة وخلاص، على كده بتبقى في منتهى الجمال. انا حطيت كده شوية من الشربات، وبعد كده زينتها بشوية من جوز الهند كده ودلعتها، وبقت في منتهى الجمال. شايفين الحلاوة والشياكة جامدة جدا، يعني شياكة خطيرة جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، حلا البغاشة او حلا كده سهل وسريع واقتصادي. يا رب ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة. باي باي.